ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل حاجة حلوة وسهلة وسريعة وكل مكوناتها عندك في البيت. حرفيا بجد مكوناتها كلها موجودة عندك في البيت. تعالوا نعمل بقى العزيزية الدمياطي على اصولها زي ما بيقولوا. ما شاء الله طعمها كان حلو قوي وعجبت الولاد من كتر حلاوتها، كانوا واقفين جنبي وانا بقطعها. ايديهم حتى باينة اهي في الكاميرا. حلو بقى سهل وبسيط وما بياخدش منك مكونات خالص، ولا سمنة ولا زيت. تعالوا نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. نسمي بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله ونبدأ الفيديو. معايا كوباية إلا ربع من الشعرية. اعملي بقى أي نوع مكرونة موجود عندك. أنا كان موجود عندي شعرية، سلقتها في كوبايتين من المية عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وحطيت عليها 3 كوبايات من اللبن. حطيت الشعرية بالمية اللي كانت باقية منها علشان ما زودش نشا كتير. حطيت 3 معالق من النشا، كوباية صغيرة من السكر، نقطتين فانيليا او باكت من الفانيليا. هي طبعا ما فيهاش بيض فمش هتحتاج ان انتي تضيفي فانيليا كتير. هنضرب بقى كل المكونات بتاعتنا في الخلاط عادي جدا، ولا مضرب ولا اي حاجة. وبعد ما المكونات تنعم خالص زي الكريمة كده، هنضيفها بقى في حلة وننزل بيها ونرفعها على النار. ننزل بيها في الحلة ونرفعها على نار. والمضرب بقى بتاعك اليدوي العادي تفضلي تقلبي فيها كده تقليب مستمر لحد ما تاخد القوام اللي انا محتاجاه، اللي هو القوام التقيل الاتقل من البشاميل. وهفضل اقلب تقليب مستمر ونار متوسطة مش نار عالية علشان ما يكتلش منك وكده يستوي تسوية صح. يلا بقى حبايبي، لو لسه ما اشتركتوش في القناة ولسه مكملين معايا الفيديو هتستفادوا. حطوا بقى لايك للفيديو، واعملوا اشتراك وشير للقناة لو عجبكم طبعا الفيديو، عشان يوصلكم مني دايما كل جديد من مطبخ ياسمين. انا متأكدة لو انت لسه معايا في الفيديو هتقومي تعملي الوصفة حالا. انا كان عندي بقى معلقة من الزبدة حطيتها، بس دي اختياري. يعني لو مش موجود عندك زبدة فلاحي ما تحطيش، الوصفة برضو هتطلع معاكي حلوة. علشان انت يعني بتستخدمي لبن كامل الدسم. يعني انا مستخدمة لبن كنت غلياه من قبل كده وعامل وش كده. خلاص بقى بصوا السمك بتاعها تقيل حلو ازاي. هصبها بقى في البايركس او في اي صواني موجودة عندك. بصوا بقى الحلة نضيفة ازاي، علشان خاطر انا كنت عمالة اقلب وموطية النار زي ما انا بقول لكم. بصوا بقى صبيتها وهنزل بيها كده علشان خاطر لو فيها اي هوا يطلع. بصوا بقى بعد نص ساعة سمغت خالص كده معايا وجمدت خالص. بصوا الوش بتاعها مش بيلزق وعملت طبقة كده من الوش. هبدأ بقى احط عليها مسحة كده من السمنة السايحة علشان خاطر تعمل وش معايا ويبقى لونه ذهبي وحلو. انا طبعا كنت مسيحة زبدة عشان احنا طبعا داخلين على العيد الكبير. هنزل لكم طريقة تسييح في السمنة الفلاحي. اخدت كده معلقة، ما كنتش لاقي حتى الفرشه، استخدمت الاسباتيلا. بعد بقى ما اديتها مسحه من الزبده هرش على كل صينيه نص معلقه من السكر الناعم بديل العسل النحل. يعني لو موجود عندك عسل نحل اديها برضو رشه كده، يعني بالفرشه كده دهنه من العسل علشان خاطر تاخد اللون الذهبي وتطلع زي المحلات واحلى. دي التركه بتاعت المحلات، تدهنيها عسل نحل. بس طبعا انا ما كانش متوفر عندي فحطيت سكر، وهتطلع برضو معايا حلوة جدا. انا بقى كان عندي معلقتين من جوز الهند، حطيت عليهم نص معلقة زبدة ونص معلقة سكر وحطيتهم كده على البايركس. وده اختياري، لو انت مش بتحبي جوز الهند استغني عنه خالص، هي اصلا بتتعمل سادة. بس انا حبيت ان انا اعمل واحد بجوز الهند وواحد سادة، وده اختياري. بس طبعا اللي بيحب جوز الهند هيحبوا اللي بجوز الهند، واللي بيحبوا الساده هيحبوا الساده. بس هي في الحالتين طعمها تحفه جدا. وبقى لما سقعت مش عايزه اقول لكم كانت عامله ازاي. بجد جربوها، وصفه حلوه قوي ومش مكلفه خالص. هتقومي تعمليها حالا لو عندك اي نوع من انواع المكرونه. بس كده، ودي كانت وصفتنا النهارده، فيديو جديد من مطبخ ياسمين. وده كان شكلها النهائي بعد ما طلعناها من الفرن. اشوفكم على خير.
السلام عليكم ورحمة الله.